تخيل معايا كده إنك صحيت النهاردة بس العالم اللي بره الشباك مش هو العالم اللي تعرفه. مفيش صوت عربيات، السما مفيهاش خطوط بيضة للطيارات، وحتى الهدوم اللي لابسها ملمسها مختلف تماما. احنا النهاردة بنكمل سلسلتنا ماذا لو، اللي بدأناها في فيديو ماذا لو لم تبنى الأهرامات، واللي النهاردة هتاخدنا لسؤال أخطر بكتير وبيمس كل تفصيلة في حياتنا. ماذا لو بقى الذهب الأسود مدفون للأبد تحت الأرض؟ يعني ايه اللي كان هيحصل لو القرن العشرين عدى من غير ما نكتشف النفط؟ تعالوا نعيد رسم خريطة العالم ونعرف شكل الحياة يكون عامل ازاي في سطر حضاري، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. قبل ما نغوص في الحكاية خلوني أفكركم إن اتكلمت قبل كده عن أهمية النفط للدول بفيديو بيشرح ليه النفط ممكن يدمر بعض الدول، وهناك عرفنا أصله ازاي بيتكون. بس النهاردة السؤال مختلف، لو النفط ده مش موجود أصلا العالم كان هيمشي ازاي؟ الإجابة بتبدأ من عند الفحم، وعشان تعرف أهميته لازم تعرف أصله. فالفحم ده مش مجرد حجر أسود، ده طاقة شمسية مخزنة من حوالي 300 مليون سنة. فالأرض وقتها كانت مليانة غابات عملاقة ونباتات بتمتص طاقة الشمس. لما النباتات دي ماتت واتدفنت تحت أطنان من الرمل والطين بعيدا عن الأكسجين، اتعرضت لضغط وحرارة مهولة، حولت الأنسجة النباتية دي لكربون مركز، وهو ده الفحم الحجري. أهمية الفحم هنا هي اللي خلقت حاجة اسمها الثورة الصناعية في القرن الثمنتاشر. الفحم كان هو الغذاء للماكينة، لأن لأول مرة الإنسان لقى مصدر طاقة أقوى بملايين المرات من قوة العضلات أو طاقة المياه والخشب. فالفحم هو اللي سيح الحديد وعمل القضبان، وهو اللي شغل المصانع اللي بدأت تنتج بأرقام عملاقة. ومن هنا ظهر مصطلح عصر البخار. يعني إيه عصر البخار ده؟ ببساطة هو النظام اللي بيعتمد على تحويل الطاقة الحرارية من حرق الفحم لطاقة حركية عن طريق المية. بنحرق الفحم بيغلي المية بتتحول لبخار مضغوط جدا، والبخار ده بيزق المكابس اللي بتحرك المكان. في عصر البخار كان هو قمة التكنولوجيا وقتها، هو اللي خلانا نشوف القطارات العملاقة والسفن العابرة المحيطات لأول مرة. بس المشكلة إن عصر البخار ده كان تقيل وبطيء، محرك البخار محتاج غلاية مية عملاقة وفرن فحم مشتعل كبير، يعني ما ينفعش يركب في حاجة صغيرة زي العربية الملاكي. فالنفط ما كانش مجرد بديل للفحم، ده كان طوق نجاة، لأن عصر البخار كان هو النهاية. لو النفط ما ظهرش كنا هنفضل محبوسين في تكنولوجيا العضل العملاق، ماكينة محتاجة جيش يغذيها، مش مجرد مفتاح تدور بيه عربيتك وتمشي. يعني هنكون محكومين بعالم قاسي ريحته كبريت ولونه رمادي. تخيل بقى إن شوارع مصر أو الخليج مليانة بحاجة اسمها الضباب القاتل، ودي مش مبالغة، ده اللي حصل فعليا في لندن سنة 1952 لما الضباب القاتل The Great Smog اللي نتج عن حرق الفحم غطى المدينة لدرجة إن الحياة اتشلت تماما والناس ماتت في بيوتها من الاختناق. ففي عالم ما فيهوش نفط المشهد ده هيكون هو الواقع اللي بنصحى عليه كل يوم. السما مليانة سحب سودا ما بتمشيش، والهوا اللي بتتنفسه تقيل ومليان ريحة كبريت. مفيش بقى رفاهية العربية الملاكي اللي بتاخدك في هدوء لمشوارك، لأنك هنا محكوم بقطارات بخارية عملاقة بتهز الشوارع. فالعالم كان هيفضل محطة قطر كبيرة، الزحمة فيها خانقة والحركة بطيئة، وكل خطوة بتعملها محتاجة مجهود شاق وحرق أطنان من الوقود الصلب عشان بس تتنقل من مكان لمكان تاني. الإنسان كان هيفضل محبوس تحت رحمة المحرك العملاق، وما كناش هنعرف أبدا يعني إيه سهولة وسرعة الحياة اللي بنعيشها النهاردة. بينما العالم الغربي بيغرق في دخان الفحم، منطقة الخليج العربي في الماضي البديل ده كانت هتكون صورة في منتهى الرقي والقوة. قبل النفط كان الإنسان الخليجي هو سيد البحر الأول. لو ما كانش فيه نفط كانت مهنة الغوص على اللؤلؤ هتفضل هي عمود الاقتصاد، وبدل ما يصدروا طاقة هيكون المركز الأول الأحجار الكريمة والتجارة البحرية. طب والحاجات الصغيرة اللي في إيدنا، الموبايلات، الأدوات، وحتى الهدوم؟ هنا بقى كان هيظهر إبداع من نوع تاني خالص،
الإنسان ما كانش هيقف يتفرج، بالعكس كنا هنشوف عصر بنسميه عصر المواد المستدامة. فلو مفيش نفط مش هيكون في بلاستيك اللي بنشوفه دلوقتي، وده ما كانش عائق، ده كان حافز للبشرية إنها تبدع في استخدام المواد الطبيعية بجودة خرافية. العلم كان هيتطور جدا في المواد الحيوية، يعني تليفونك أو أجهزتك ما كانتش هتختفي، بس كانت هتتصنع من معادن خفيفة جدا أو أخشاب معالجة بتقنيات ليزر وبخار تخليها أقوى من الحديد. حتى الأدوية البشرية كانت هتصب كل طاقتها في الكيمياء الحيوية، يعني بدل الاعتماد على مشتقات البترول كان العلم هيوصل لأعماق الطبيعة ويستخلص أقوى المضادات الحيوية والمسكنات من النباتات، بس بطرق تكنولوجية معقدة جدا. العالم كان هيكون أنقى بكتير، والرفاهية ما كانتش هتقل، بس هتبقى رفاهية قائمة على الجودة والفخامة والاستدامة، مش على المواد الرخيصة والنفايات. احنا هنا كنا هنبني حضارة راقية حرفيا بتوازن بين التكنولوجيا وبين روح الطبيعة. ففي النهاية النفط ما كانش بس مصدر الفلوس، ده كان المحرك اللي سرع زمن البشرية بشكل جنوني. لو ما كانش موجود كنا هنعيش حياة أهدى وأبطأ، وربما أكتر تمسكا بالقيم التقليدية. الإنسان في كل مكان كان هيفضل يحارب ويبني حضارة، لأن الحضارة ما بتتبنيش بالزيت، الحضارة بتتبني بالعقل. ودلوقتي جه دوركم تفتكروا لو العالم مازال شغال بالبخار كان هيكون شكل حياتنا أجمل وأنقى؟ هل كنا هنقدر نوصل للقمر باعتمادنا على الطاقة الشمسية بس؟ هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولولي ايه الموضوع اللي نفسكم نعمله في ماذا لو الفيديو الجاي. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.